بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة احنا معانا نموذج امتحان استرشادي من مكتب تنمية مادة العلوم، امتحانات الوزارة. نركز كده مع بعض. بيقول لي السؤال الأول: أيون العنصر الفلز طبعا موجب الشحنة، بينما أيون العنصر اللافلز سالب الشحنة. الجرانيت من الصخور طبعا ناري جوفي، بينما الحجر الرملي من الصخور طبعا الرسوبية. ينشأ بين إطار الدراجة والطريق قوة الاحتكاك، وطبعا بيقول لي بيكون اتجاهها طبعا بيكون عكس اتجاه حركة الجسم. 4. تتكون الأرض من 3 طبقات هي القشرة والوشاح واللب. طبعا عندنا وشاح حاجة اسمه وشاح علوي وشاح سفلي، واللب الخارجي واللب الداخلي. 2. الكتلة هي مقدار قوة جذب. طبعا لا، ده الوزن يا أستاذ. يعتبر الزئبق من العناصر اللافلزية. طبعا اللافلزية خطأ، يبقى فلزية سائلة. تقاس المسافة بين النجوم بوحدة طبعا السنة الضوئية، ولازم طبعا تبقى عارف ان هي بتساوي 9.46 في 10⁻12 كيلومتر. مهم جدا، وطبعا ممكن تحولها بالمليون. تمام. باستخدام قانون بقاء المادة أو الكتلة تأكد من صحة المعادلة الآتية. هنركز مع بعض كده يا شطار. طبعا السؤال ده مهم ولازم يجينا في الامتحان. بيقول لي السؤال بيقول لي ايه؟ عايزين نعرف ان السؤال ده هل المعادلة دي موزونة ولا مش موزونة، واعطيني طبعا الكتل الذرية الجرامية للعناصر الآتية. عندنا الاتش بكام؟ بواحد، يبقى هنقول 1/2. طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ زائد سي ال بكام؟ سي ال ب35.5 طبعا في 2 ايضا في قوس. عندنا هنا الاتش طبعا لسه لوحدها، هيبقى 35.5 طبعا، زائد عشان ده عنصر وده عنصر، زائد السي ال بكام؟ بايه؟ 1. تمام، يبقى السي ال ب35.5، وعندنا الاتش هي اللي بكام؟ بواحد. تمام خالص. وعندنا ادي الاقواس. تعالى نجمع كده مع بعض. دي طبعا مجموعها هيبقى 36.5. طب تعالى هنا 1 في 2 طبعا ب2، زائد هنا 35.5 في 2 طبعا هنا 35 70 71. تعالى نجمع مع بعض يبقى 73. جميل خالص. عندي هنا بكام؟ 36.5. هل يا ترى المعادلة دي موزونة؟ يبقى أنا هقول له المعادلة غير موزونة. ليه يا أستاذ؟ لأنها لا تحقق قانون بقاء الإيه؟ المادة. طب بيقول لي إيه بقى؟ علما بأن، يبقى هنقول كده باستخدامها، يبقى كده المعادلة غير هنا يا شطار موزونة. طب أنا لو عايز أوزن معادلة زي دي يا شطار هقول إيه؟ طبعا يبقى أنا هروح جاي حاطط هنا يا شطار 2 بره عامل مشترك، يبقى كده الهيدروجين ب2 والسي ال برضو بكام يا شطار؟ طبعا ب2، وبكده تكون المعادله معانا ايه؟ موزونه. طيب جميل خالص. تعالى بقى نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ السؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي. مجموعه من ذرات مرتبطه مع بعضها تسلك سلوك الذره الواحده في التفاعل الكيميائي. طبعا انا كده بتكلم عن حاجه اسمها مجموعه ذريه. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات متساوية. طبعا أنا كده بتكلم عن حاجة اسمها الحركة الدورية. بيقول لي الغاز الذي يستخدمه النبات في البناء الضوئي طبعا هو ثاني أكسيد الكربون. الكتل الصخرية الكبيرة التي يحترق سطحها الخارجي فقط عندما تخترق الغلاف الجوي وما يتبقى منها يسقط على الأرض. طبعا أنا كده بتكلم عن النيازك. تمام. أرجون، فضة، كالسيوم، رصاص. طبعا انا عندي هنا الارجون غاز خامل. طب دولت ايه يا استاذ محمد؟ هنقدر نقول عليهم عناصر فلزيه او فلزات. قوه ترابط مكونات النواه تستخدم في توليد الكهرباء، انتاج القنابل الذريه. قوه الجاذبيه طبعا هنقول قوه الجاذبيه، والباقي دولت عباره عن قوه نوويه يا شطار، او استخدامات القوه النوويه ايه؟ القويه. الفلزبار، الجرانيت، الميكا، الكوارتز. طبعا ده معدن ده معدن ده معدن، يبقى هو الجرانيت والباقي المعادن. السؤال بيقول لي ماذا يحدث عند انخفاض درجة حرارة المجمى ببطء في شقوق القشرة الأرضية. طبعا هنا يا شطار احنا فاهمين ان المعادن بتاخذ وقت طويل عشان تبدأ في التبلور، لذا ممكن نقول هنا هتصبح، او هنقوله كده تكون تكون خد بالك سؤال مهم. بلوراتها مالها يا مستر بقى؟ كبيرة
الحجم. يبقى البلورات بتاعتها هتكون كبيرة يا شطار الحجم. وطبعا هنا نقدر نقوله برضو ان هي ترى بالعين، ترى بالعين المجردة. طبعا السؤال ده سؤال مهم، وخد بالك هو عكس طبعا مين يا شطار اللي بيربر اعلى اللي هو اللافا، وطبعا دي بتكون تبريدها ايه سريعه، وبالتالي بتكون بلوراتها يا شطار صغيره. السؤال الثالث بيقول لي ايه ده علامه صح ام خطا؟ بيقول لي المحرك الكهربي يستخدم في تحويل الطاقه الميكانيكيه اللي هي الحركيه لطاقه كهربائيه. طبعا العباره هنا خاطئه، ولكن العكس من كهرباء الى حركه. الاحماض تتفكك في الماء وتعطي OH، لا دي بتعطي يا مستر H موجب. طبقة اللب الخارجي للأرض غنية بالحديد والنيكل. طبعا لا ده الداخلي، يبقى الإجابة أيضا هنا غلط. وطبعا ده ممكن يجي لك سؤال علل، تقول له طبعا لأن بيقول لك يعني لما يجي يقول لك سؤال علل طبقة اللب الداخلي للأرض غنية بالحديد والنيكل، هتقول ايه بقى؟ اللي هي غنية بالحديد والنيكل، لأنها من العناصر الثقيلة التي هبطت متجمعة حول مركز الإيه شطار الأرض نتيجة لدوران الأرض حول إيه شطار ممتاز حول محورها. السؤال رقم 4، يتفاعل الحجر الجيري مع حمض الهيدروكلوريك ويتصاعد ويحدث فوران. يتصاعد طبعا ثاني اكسيد الكربون، طبعا عباره صحيحه. السؤال بقى بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. كل مما ياتي من الكواكب الداخليه ما عدا، طبعا حضرتك فاهم المشتري، عدد مستويات الطاقه في ايون الصوديوم. طبعا ايون الصوديوم يا شطار بيبقى 2.8. طب عدد مستويات الطاقه في ذرته مثلا كام؟ 2.8.1. طبعا انت راجل فاهم الحاجات دي، او انت كطالبه فاهم التوزيع. طب يا ترى ايون الصوديوم يبقى هنقوله ايه؟ هنا في 2 هنا في 1، يبقى الاجابه يا شطار اقل من. الاشعه تحت حمراء تستخدم في اجهزه الرؤيه الليليه. طبعا عباره صحيحه. نكمل الاختيارات. مجال الطب لتعقيم، طبعا دي الفوق بنفسجيه. تصوير وشروخ وكسور العظام، دي الاشعه السينيه. علاج واكتشاف بعض الاورام طبعا انا كده بتكلم عن اشعه جاما. طيب يبقى كده طبعا الاجابه الاولى صح. اذا كان لديك عنصرين A و B اعدادهم على الترتيب 11 و17، 11 و17، ما نوع الرابطه؟ طبعا ده فلز وده لا فلز، هتكون الرابطه معانا ايونيه. طب بيقول لي نوع الرابطه عند اتحاد ذرتين من العنصر B، البي يعني هنا هتكون تساهميه احاديه. الرابع بيقول لي اختر من العمود بقى ما يناسب العمود. الف بيقول لي 2mg زائد O2، طبعا هتدينا برافو عليك يبقى 2mgO. تاخد بالك الاثنين هنا مره على الام جي ومره هنا على الاو. حمض النيتريك رمزه برافو عليك هتكون الف اللي هو HNO3، وخد بالك ده من الاحماض الاكسجينيه. المغناطيس الكهربي ممتاز يدخل في تركيب الجرس الكهربي، وطبعا ده سؤال مهم ايضا. اقرب الكواكب للشمس هو طبعا كوكب عطارد. السؤال باوي الاخير، النيتروجين الهوائي الجوي، طبعا كلنا عارفين يا شطار ان هو بيدخل في تركيب البروتينات، وطبعا ما تنساش ان هو بيخفف من تأثير الأكسجين يخفف من تأثير الأكسجين في عملية يا شطار الاحتراق. طبعا ده سؤال مهم جدا. طيب التلسكوبات بيقول لي هيكون طبعا وظيفتها التعرف على الأجرام السماوية. طبعا التعرف على الأجرام السماوية. طب المولد الكهربي طبعا هيحول الطاقة ممتاز الميكانيكية إلى طاقة ممتاز كهربية. طبعا كده انتهى معانا النموذج الاسترشادي من الوزارة العام 2024. ربنا يوفقكم، واي استفسار موجود معكم. كان معكم استاذ محمد عسل معلم اول العلوم والاحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.